السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ معكم ميس رشا محروس. ان شاء الله هنحل مع بعض الباب الثالث في كتاب الايزو. ويا ريت تعملوا لي اشتراك في القناة ولايك. يلا بينا نبتدي. اول سؤال بيقول لي كل مما يلي يصف التفاعل الكيميائي التام مع عدم. يبقى هو عايز ايه؟ الجملة غلط. طب تعالى نشوف مع بعض ايه هو التفاعل التام. التفاعل التام يعني انا عندي متفاعلات وليكن مثلا ايه هيتفاعل مع البي. تمام كده يا شباب؟ تمام، ويديني الايه النواتج. طيب هو بيديني سهم واحد بس، يعني اتجاه واحد بس رايح ناحية النواتج، مش بيرجع تاني. يعني ايه مش بيرجع تاني؟ يعني مثلا النواتج دي ما تتفاعلش تاني مع بعضيها وترجع تاني تديني متفاعلات. هو ده الايه التفاعل الكيميائي التام. فمبدئيا كده في الاختيار الألف بيقول لك يحدث اتزان. اتزان، وقف عندك ايه الاتزان ده؟ انا عندي المتفاعلات دي كأنها ايه بتمشي قطر واحد بس مش بترجع تاني، يعني المتفاعلات بتتحول عندي لنواتج وخلاص خلصنا. تمام، يبقى مفيش تفاعل، مفيش اتزان في الايه في التفاعل التام. تمام، يبقى دي هي الإجابة الايه الغلط اللي أنا أختارها. طبعا لو أنت شفت باقي الاختيارات بيقول يقل تركيز المواد المتفاعلة إلى أن تستهلك، تقريبا صح. إن المتفاعلات تفضل تقل 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 لحد ما كلها تتحول لإيه لنواتج. طب بيقول يزداد تركيز المواد الناتجة، ما هو ده اللي حصل. يعني هو أنا عندي المتفاعلات أهي تفضل تقل مع مرور الزمن، وفي الآخر النواتج اللي عندي إيه بتزيد لحد ما النواتج اللي عندي دي تزيد ويقف التفاعل عن كده. وبيقولي تقل سرعة التفاعل مع الزمن. أيوه بالظبط، ليه بتقل سرعة التفاعل؟ لأني أنا عندي المتفاعلات خلاص. يعني أنا مثلا إيه أقول لك حاجة، يعني أنا لو جبت في المعمل عندي، دخلت في إناء كده، جبت فيه مثلا A وB بيتفاعلوا مع بعض، فمسير ال A وال B يتفاعلوا مع بعض بيديني ايه؟ بيديني في الاخر مثلا السي والاي والدي كنواتج. تمام كده يا شباب؟ تمام. طيب هيفضل ايه؟ هيفضل يقل 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 لحد ما مش هيكون في حاجة، وبالتالي سرعة التفاعل بتاعتهم هتقل. تمام، في البداية كانت سرعة التفاعل عالية قوي لأن كانت في أصلا حاجة في الإناء. مع مرور الزمن هيفضلوا يقلوا، فبالتالي سرعة التفاعل إيه هتقل معاهم. تمام كده؟ تمام. نيجي للسؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده برضو في نفس اللعبة بيقول لي كل مما يلي يصف التفاعل الكيميائي العكسي ما عدا. يبقى هو عايز إيه؟ بيقول لك عايز الإجابة الغلط. طب نبص كده على الاختيار رقم ألف. الألف بيقول لي إيه؟ لا يحدث أي تغيير في تركيز المواد المتفاعلة أو الناتجة منذ إيه؟ البداية. يا راجل، يعني أنا لما أحط المتفاعلات على بعضها وتفضل زي ما هي، تفضل زي ما هي، أمال ده يبقى اسمه إيه؟ يعني أنا لو حطيت المتفاعلات على بعضها وفضلت زي ما هي، ده أمال التفاعل الكيميائي ده اسمه إيه؟ التفاعل الكيميائي ده لازم يبقى فيه تغيير الأول في المتفاعلات إن هي تقل والنواتج تزيد لحد ما توصل لحالة الاتزان وتثبت. تمام كده يا شباب؟ تمام. يبقى أول حاجة كده إيه؟ أول حاجة هي دي الإجابة. تمام كده يا شباب؟ تمام. طيب هنيجي للسؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لي إيه؟ أي العبارات الآتية يوصف التفاعل الكيميائي في حالة الاتزان؟ طيب ده إيه يا شباب؟ ده إيه؟ تعالوا كده ثواني. طب بص هنا بيقول لي ايه في السؤال رقم 3. السؤال رقم 3 بيقول أي العبارات الآتية يصف التفاعل الكيميائي في حالة اتزان؟ تمام، ايه هي شروط الاتزان عموما؟ شروط الاتزان ان انا عندي السرعات بتتساوي. بتاعت ايه السرعات؟ يعني انا عندي سرعة التفاعل الطردي، تمام، بتتساوى، بتساوي كده سرعة الطردي اهو الطردي بتساوي ايه سرعة التفاعل العكسي. تمام تمام، ده أول شرط. تاني شرط إن التركيزات بتاعتي بتكون إيه؟ تركيزات بتوصل لحالة ثبات، وليس شرط إن هي إيه تتساوى. مش شرط إن هي تتساوى. أهم حاجة إن هي إيه إن هي تثبت. تمام كده يا شباب؟ تمام. يبقى دي الايه الشرطين اللي عندي. تعالى في الاختيارات بيقول ايه؟ ان سرعة التفاعل الطردي دايما اكبر. لا، احنا متفقين ان سرعة التفاعل الطردي بتساوي سرعة التفاعل العكسي، اذا السؤال الاجابة دي ايه غلط. طب نيجي لب. التفاعل ساكن دائما، ده احنا لسه قايلين فوق امور هو اسمه تفاعل كيميائي. التفاعل الكيميائي ده يعني تغيير في المتفاعلات والنواتج. ما ينفعش يبقى في حالة سكون. هو التفاعل الكيميائي طبيعته ان هو تفاعل ايه ديناميكي. تمام كده؟ تمام.
فدي ايه الإجابة دي غلط. جيم بيقولي تركيز النواتج والمتفاعلات يكون دائما ثابت. التركيز بيكون ثابت لكن مش شرط يكون متساوي. طب تركيز النواتج والمتفاعلات يكون متساوي دائما، مش شرط. هو أهم حاجة يكون ايه ثابت دائما، لكن المتساوي دائما لا، هو مش شرط. طيب نيجي يبقى الإجابة هتكون سؤال رقم 3، هتكون الإجابة عندي جيم. تمام. تمام، نيجي للسؤال رقم 4. بيقول لي أي الأشكال البيانية الآتية يمثل علاقة بين تركيز المتفاعلات والزمن. هو عايز علاقة ما بين التركيز المتفاعلات والزمن. بالمنطق كده اللي عندنا، إن أنا عندي المتفاعلات في الأول بتكون 100%، يعني كتير. تمام كده تمام، ومع الوقت بتفضل تقل تقل تقل، يعني تستهلك وتقل. تمام، لحد ما تديني النواتج. يبقى انا عايز المنحنى نازل لتحت. تمام كده، هو عايز علاقة بين تركيز المتفاعلات والزمن. مع مرور الزمن تركيز المتفاعلات بتبقى 100% كتيرة، تفضل تقل 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 تقل، يعني ايه تقل لحد ما توصل للنواتج، وبعد كده النواتج بتزيد. هو مش عايز النواتج، هو عايز المتفاعلات. يبقى انا عايز منحنى يعبر عن النزول. تمام. تمام. طب نيجي للشكل رقم 1 كده. شكل رقم 1 هو عبارة عن عن خط مستقيم. طب أنا لسه قايلة إن التفاعل الكيميائي ده تفاعل ديناميكي. ديناميكي يعني يعني هو مش ثابت، يعني هو مش كده. ده كده حالة ثبوت اللي هو ثابت مع مرور الزمن. لا، هو ده غير ديناميكي، يعني متحرك. تمام، فالإجابة دي ما تنفعش مع إن هو نازل، بس أنا عايزاه نازل مش كده. أنا عايزاه بيتغير مع مرور الزمن. لكن هنا ثابت. هنا لو أنت جبت الميل، هنا بيساوي الميل اللي هنا بيساوي الميل اللي هنا. لا، أنا مش عايزة الاختيار ده. طب نيجي للاختيار ب. الاختيار ب ده ثابت. ده يعني على الأقل ده كان خط مستقيم، لكن ده ثبوت، يعني أصلا ما فيش تفاعل أصلا حدث. فده ما ينفعش. هنا جيم ده المنحنى طالع لفوق، لا ده كده تركيز نواتج. هو عايز تركيز المتفاعلات، يبقى هي يبقى دال. يبقى بتقل مع مرور الزمن. تمام كده يا شباب. تمام، نيجي للسؤال رقم 4، قصدي سؤال رقم 5. طيب نيجي في السؤال كده رقم 5. بيقولي في التفاعل التالي بيديني AgNO3 محلول، و NaCl برضو محلول أكوس، وعندك اللي هو ال NaNO3 أكوس، وال AgCl راصب. طيب قبل كده ما لما يجي لي تفاعل كيميائي لازم أبص أول حاجة على الحالة الفيزيائية للنواتج. تمام، أنا شايفة إيه قدامي؟ أنا شايفة محلول مائي اللي هو من ال NaNO3، والاس دي يعني معناها ايه؟ معناها راصب، اللي هو الاي جي سي ال، راصب وسي ال. تمام، وما دام في راصب خرج من حيث التفاعل او كمان غاز، خلي بالكم، يبقى ده تفاعل اسمه ايه؟ ده تفاعل تام. تمام كده. تمام، يبقى انا هدور على الرسمه على اللي هي ان المتفاعلات هتفضل تقل 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 لحد ما توصل للصفر، يعني تخلص خالص. وفي نفس الوقت اللي هي النواتج تزيد 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 للنهايه. تمام كده. تمام، يبقى اقرب رسمه بتعبر عن الشكل ده اللي هو هتبقى الاجابه دي. اهي المتفاعلات بيفضل تركيزها تقل 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 مع مرور الزمن، تستهلك تماما. وفي المقابل لكده النواتج تفضل تزيد. تمام كده. تمام. طب نيجي في السؤال رقم 6. السؤال رقم 6 بيقول لك تفاعل كيميائي بيحصل فيه إناء مغلق. خلي بالك من الحتة دي. ومديني برضو كمعادلة، يقول لك H2 و I2. تمام، بيديني 2 من من ال H وكل الحالات الغازية، الحالة الفيزيائية عندي كلها غازات. بس هنا المشكلة فين؟ المشكلة ان هو مديني حاجتين، مديني كلمتين مفتاحين للسؤال بمعنى أصح. هو شايف كده السهم اللي رايح جاي ده؟ شايف كلمة الإناء المغلق ده؟ يبقى ده دليل على إن التفاعل اللي عندي ده تفاعل ماله؟ تفاعل انعكاسي. يعني إيه التفاعل الانعكاسي ده؟ يعني المتفاعلات بتقل شوية شوية شوية، بس مش بتخلص، يعني مش بتوصل للصفر. تمام، هي بتوصل لحد معين. في المقابل كده إن النواتج بتزيد 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 بتزيد. تمام، لحد ما يوصلوا لمرحلة الثبات، وهم لسه موجودين فين؟ موجودين في
الإناء اللي عندي. تمام كده. يبقى أقرب إجابة تعبر عن الرسمة دي هي إيه؟ هي جيم. تمام. أنا عندي في الإناء مغلق، يعني أنا عندي إناء مغلق، حطيت متفاعل. هو مش هيخلص، مش هيستهلك تماما. ليه مش هيستهلك تماما؟ لأن في بديل ليه، في نواتج بتعمل شغل وبتديله طاقته. تمام تمام. فهيفضلوا هما الاتنين موجودين في الإناء. تمام. يبقى الإجابة هتبقى إيه؟ هتبقى جيم. طيب نيجي للسؤال 7. بيقول لي إيه في السؤال 7؟ بيقول لي أي الأشكال التالية البيانية الآتية يعبر عن تفاعل انعكاسي ملتزم. طيب. طب إيه شرط؟ إحنا لسه قايلين إيه هو شروط الاتزان. مبدئيا شروط الاتزان حاجتين: إن التركيزات مالها بتكون تثبت، تكون ثابتة، بس مش شرط إن هي تتساوي. تمام كده. تمام. ايه هو تاني شرط؟ تاني شرط ان سرعة التفاعل الطردي بتساوي ايه؟ بتساوي سرعة التفاعل العكسي. طيب تمام. انا هنا احقق الشروط دي في الرسومات دي. بمعنى ايه؟ ابص على محور الصادات اللي عندي ومحور السينات. محور السينات هنا ايه؟ زمن. تمام. محور الصادات هنا ايه؟ تركيز. تمام. طيب التركيز احنا اتفقنا على ان هو ايه؟ يبقى ثبات. تمام. يبقى انا اختار ثبات. اختار ايه؟ اختار ثبات. هنا ايه؟ هنا يعني ايه اختار ثبات؟ يعني يا جماعه ما يجيليش مثلا هنا رسمه واختار دي اللي هي اللي فوق دي اللي هي التركيز بيفضل ينزل 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 لحد ما يوصل للصفر. لا، هو انا عايزه تفاعل انعكاسي مش تام. تمام. فلو جات لي الرسمه دي في الامتحان اعملها غلط. تمام. دي مبدئيا متزن. متزن والعلاقه ما بين التركيز والزمن، يبقى انا بدور على ثبات. بدور على يعني ايه ثبات؟ بدور ان الخطوط كلها ايه؟ خطوط افقيه بتثبت. تمام كده. تمام. طيب بتعبر عن ايه؟ يعني انا هختار ده وهختار ده وهختار ده ليه؟ لان كلهم فيهم ثبات. يبقى هي جميع الاجابات صحيحه. بس انا عايزه اقول لك حاجه: كل واحده فيهم دي بتعبر لي عن ايه. مثلا في الشكل رقم 1، انا عندي دلوقتي عارف الكي سي اللي هو ثابت الاتزان ده بيساوي ايه؟ النواتج على المتفاعل، تركيز النواتج على المتفاعلات. تمام. تمام. ممكن الكي سي ده يكون اكبر من الواحد، ممكن يكون بيساوي الواحد، ممكن يكون اقل من الواحد. تمام. تمام. هنا انا عندي طالما هنا في طلوع يبقى ده ايه؟ منحنى بتاع النواتج. اقل من ايه؟ اقل من المنحنى بتاع أقل من المنحنى بتاع المتفاعلات. تمام. تمام. يبقى ده إيه؟ يبقى الكي سي هنا النواتج أقل من المتفاعلات. يبقى الكي سي أقل من الإيه؟ أقل من الواحد. هنا طبعا اللي هنا النواتج طلعت والنواتج قلت. قصدي هنا النواتج طلعت أهي. تمام. والمتفاعلات أهي نزلت أهي. يبقى الاتنين إيه؟ تساوي. يبقى الكي سي ساعتها بيساوي إيه؟ بيساوي الواحد. تمام. تمام. طب نيجي لدي. هنا النواتج أخد منحنى بمساحة أكبر من مين؟ من المتفاعلات. فهنا هتبقى الكيسي مالها؟ هنا النواتج أكبر من المتفاعلات، فالكيسي أكبر منين؟ أكبر من الواحد. تمام كده. بس هو هنا لو قال لي أنا أهمل يعني رسمة بتعبر عن الحالات اللي أنا قلتها دي، بس في كلتا الحالات تفاعل انعكاسي متزن، أطبق الشروط، يبقى إيه؟ جميع الإجابات صحيحة. طب نيجي للسؤال التاني. بيقول لي إيه؟ بيقول لي أي الأشكال البيانية الآتية عبر عن انعكاسي تفاعل انعكاسي متزن. يبقى أبص برضو عن الإيه؟ محور الصادات، وأبص على محور السينات. هنا أنا عندي علاقة ما بين معدل التفاعل. يعني إيه معدل التفاعل؟ يعني سرعة. تمام. وما بين مين؟ والزمن. طب احنا اتفقنا ان ايه هي شروط الاتزان؟ لسه قايلين فوق اللي هو ده حققنا فيه شروط اللي هي تركيزات تكون ثابتة ومش شرط ان هي تكون ايه؟ متساوية. تمام. ده هنحقق برضو في الشروط. هو هنا قال لي الشرط ايه اللي بيحكمني؟ ايه؟ السرعة. احنا اتفقنا ان السرعة بتكون متساوية. يعني ايه سرعة بتكون متساوية؟ سرعة التفاعل الطردي بيساوي سرعة التفاعل العكسي. والله العظيم كده. شوف كده في الشكل رقم 1، هنا سرعة التفاعل الطردي والعكسي، لا هنا مش قد سرعة بعض. واحد أقل من التاني، هنا واحد أعلى من التاني. يبقى مفيش غير الشكل إيه؟ الشكل رقم 2. لأن النواتج طلعت بنفس السرعة اللي الإيه؟ المتفاعلات قلت بيها، والاتنين لحموا كده في بعض وادوني في الآخر خط واحد. تمام كده. إذا إجابة السؤال ده هتكون ايه؟ هتكون الشكل رقم 2. تمام. يبقى كده باختصار لو المحور اللي عندك
أبص على لو هو عايز تفاعل انعكاسي متزن، أبص على المحور بتاع الصادات، لو هو تركيز يبقى أختار رسمة فيها إيه خطوط بتثبت أفقيا سواء كانت تقابله أو لأ. طب لو المحور اللي عندي معدل أو سرعة تفاعل، يبقى لازم أختار الرسمة اللي فيها إيه، اللي فيها خطين فيها بيلمسوا بعض. يعني لازم في الآخر السرعات مالها بتتساوي، هتكون إيه، هتكون د. تمام كده. السؤال رقم 10 بيقول لي إيه، اللي هو التفاعلات التالية تتم في أواني مغلقة، مديني كام تفاعل، 4 تفاعلات. تمام. وبيقول لي أي هذه التفاعلات لا تتكون فيها المتفاعلات مرة أخرى في نفس ظروف التفاعل. بص، لما يقول لي لا تتكون في المتفاعلات مرة أخرى، يعني بيسألك مين في الحاجات دي، مين في التفاعلات دي، ده بيكون تفاعل تام. يبقى هو عايز إيه، تفاعل تام. تفاعل تام يعني complete، يعني إيه، الخط بيمشي فيه one way، اتجاه واحد، طريقة واحدة، ما بيرجعش تاني، مستحيل يرجع لورا تاني ويكون تاني ايه متفاعلات، حتى لو الإناء ايه مغلق. تمام. فهو التركة في السؤال هنا جايب لي بيقول لي أواني مغلقة، فأي حد هيقول لي إيه، هيقول لي طالما إيه أواني مغلقة والغاز محبوس في غازات هنا، غازات 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 محبوس، يبقى إيه، يبقى ده تفاعل انعكاسي. لا، هو عايز إيه، هو عايز تفاعل تام. تمام. تمام. هو بيقول لك عندي في التفاعل رقم واحد، في التفاعل رقم واحد اللي أنا عندي إيه، ان انا عندي هنا الصوديوم مع 2 HCl بيديني 2 NaCl و H2، ده تفاعل انحلال. ايه تفاعل انحلال؟ لان انا عندي في متسلسل النشاط الكيميائي الهيدروجين هنا في النص، فوق منه مين العناصر اللي انشط منه، شبه مين، الصوديوم، تقدر تحل محله وتطرده. تمام. وتطرده وتحل محله وتديني هو ال NaCl. لكن الهيدروجين الغلبان ده يقدر يطرد الصوديوم من ملحه، تمام، ويرجعه تاني؟ مستحيل كيميائيا. تمام، في الظروف العادية مستحيل كيميائيا. ليه؟ لأن هو الهيدروجين أقل منه نشاطا. تمام. يبقى ده تفاعل إيه؟ ده تفاعل تام. يبقى إذا الإجابة هتكون إيه؟ هتكون واحد. طب نيجي نشوف كده الباقيين. الباقيين عندي في التفاعل رقم 2 ورقم 4، دي تفاعلات مالها؟ دي تفاعلات غازية. تمام. وما دام الإناء مغلق والنواتج والمتفاعلات غازات، بيحصل بينهم اتزان وبيروحوا وبيجوا، يبقى ده تفاعل انعكاسي وده تفاعل انعكاسي. طب في التفاعل رقم 3 ده، ده تفاعل القسطرة، ده اللي هو حمض وكحول بيديني استر ومية. ده أشهر مثال للتفاعل الانعكاسي عندنا فين في المنهج. تمام يا شباب. تمام. نيجي للسؤال رقم ايه، 11. سؤال 11 بيقول الشكل البياني المقابل يعبر عن التفاعل. تمام. هو عايز تفاعل، هو عايز من الاختيارات معادلة كيميائية ومديني الرسمة دي، رسمة بين التركيز والزمن. طيب، احنا علشان نوزن المعادلة من الرسم البياني دي بنعد الايه، المربعات اللي بيتحركها كل منحنى. بمعنى ايه، نيجي عندي للمتفاعلات الاول، طبعا المتفاعلات اللي هي بتقل مع الزمن والنواتج اللي هي بتزيد. تمام. تمام. في المتفاعلات اللي هي بنعبر عنها بالمنحنى ايه، المنحنى ده بيكون نازل من السطر الكام، من السطر، نعد كده، 1 2 3 4، من السطر الرابع لحد الايه، الصفر. تمام. يبقى التغيير اللي حاصل ده بيساوي ايه، 4 مربعات. تمام. الاي ده اللي هو تغييره 4 مربعات وبالناقص. تمام. تمام. طيب النواتج سي، النواتج المنحنى سي والنواتج المنحنى بي، نبدأ بسي. المنحنى طالع من الصفر لحد السطر الكام، نعد 1 2 3 4 5 6 7 8، 8. تمام كده. تمام. يبقى التغيير بيساوي ايه، 8، 8 مربعات زيادة، ده اللي هو 8، ده بعبر عنه بسي. طيب البي، البي ده طالع من الصفر لحد السطر التاني، يبقى التغيير بيساوي ايه، 2، وبالزيادة كمان مربعين بزيادة، بزيادة يعني بالموجب، واللي هو النقص يعني بالسالب. تمام. ده البي. يبقى النسبة ايه، أنا عندي الايه ده المتفاعلات إلى سي إلى بي. تمام. A هيكون ب4 والسي ب8
والبي بكام؟ باتنين. بقسم على أصغر عدد ينفع القسم عليه، بقسم على الاتنين. ما بقسم على الاتنين هتبقى أربعة على الاتنين بكام؟ باتنين. وبعد كده تمانية على الاتنين بأربعة، واتنين على الاتنين بإيه؟ بواحد. تمام تمام. إذا أنا عندي في الآخر هتبقى المعادلة إيه؟ اتنين إيه؟ اللي هي المتفاعلات، بتديني كده سهل، اللي هو النواتج عندي هتكون ب بواحد زائد ايه؟ زائد أربعة سي. إذا الاختيار ده موجود فين؟ من الاتنين ايه زائد البي زائد أربعة سي، اللي هو الاختيار هيكون ب. تمام. إذا إجابة السؤال رقم 11 هتكون ب. نيجي للسؤال رقم 12، بيقول لي أي من الاختيارات التالية يعبر عن المخطط المقابل، وبيديني كده علاقة ما بين التركيز وإيه والزمن. طيب ايه نبص على الاختيارات. هو عايز طبعا معادلة موزونة نطلعها من المخطط ده. وكمان مديني اختيارات بيكون فيها كده السهم رايح جاي والسهم رايح في اتجاه واحد، عكس السؤال اللي قبليه. السؤال اللي قبليه كان كل الاختيارات كان تفاعل تام، اللي هو السهم في اتجاه واحد. لكن هو هنا عايز يقول لي هل التفاعل اللي قدامك ده تفاعل انعكاسي ولا تفاعل تام. اول حاجه ببص على ايه؟ ببص على خطوط المتفاعلات. ليه؟ لان في التفاعل التام ال- المتفاعلات بتقل 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 لحد ما توصل للصفر، لكن الانعكاسي بتقل لحد ما توصل لايه؟ لحته معينه وتثبت فيها. تمام. ففي السي، في المنحنى سي والمنحنى ايه، هي ما نزلتش للصفر، لا هي نزلت حبة وشوية كده وثبتت عند ايه؟ عند رقم واحد. تمام. يبقى ده تفاعل ايه؟ تفاعل انعكاسي. يبقى السهم لازم يكون رايح جاي. يبقى انا هستبعد ايه؟ هستبعد جيم وهستبعد د. تمام. طيب نيجي بقى لوزن ايه؟ وزن المعادلة. طيب احنا عرفنا احنا ازاي نوزن المعادلة عن طريق اللي احنا نعد المربعات الموجودة. ازاي؟ يعني نيجي عندي اول حاجة للمتفاعل ايه. المتفاعل ايه ده بدأ عند السطر رقم اتنين. هو نعد عندي ده سطر واحد وده سطر اتنين. هو بدأ عند السطر اتنين ونزل عند السطر ايه؟ نزل عند السطر واحد. اطرح اتنين ناقص واحد يبقى كام؟ واحد. يبقى التغيير حصل في المربع واحد بس، نقص. نقص عشان ليه نقص؟ لأن ده متفاعل بيحصل فيه نقص مش زيادة. يبقى الوزن الإيه هيبقى إيه؟ هيبقى واحد. تمام تمام. يبقى أنا عندي إيه؟ ده وزنه هيبقى إيه؟ واحد. طيب نيجي للمتفاعل سي. المتفاعل سي ده بدأ من السطر كام؟ نعد واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة. بدأ من إيه؟ بدأ من الخامس. تمام. ونزل ثبت عند إيه؟ نعد واحد اتنين تلاتة، ثبت عند التلاتة. يبقى خمسة ناقص تلاتة كام؟ اتنين. يبقى هو نقص بمقدار إيه؟ بمقدار اتنين. تمام. يبقى تلاتة ده ما ينفعش. يبقى الإجابة هتكون ب. بس تيجي نكمل تاني. إن ب ودي، البي ده نواتج طالع من عند ايه؟ طالع من الصفر وثبت عند واحد اتنين اتنين، يبقى هو التغير فيه بكام؟ باتنين. طيب دي طالع من الصفر وثبت عند كام؟ نعد واحد اتنين تلاتة أربعة، ثبت عند الايه؟ الأربعة. إذا ده تفاعل انعكاسي بعبر عن معادلته كام؟ بالاختيار هيبقى ب. نيجي في السؤال رقم 13، بيقول لي أي العلاقات الآتية تعبر عن التفاعل المتزن التالي؟ دي معادلة. المعادلة دي بتقول إيه؟ بتقول أنا عندي متفاعلات ادتني نواتج. تمام تمام. المتفاعلات برمز لها بالإيه؟ بالإيه. طيب المتفاعلات دي بتبدأ من فوق وبعد كده بتقل، والنواتج بتبدأ من الصفر وبعد كده بتزيد. تمام. يبقى الإيه ده المنحنى بتاعه نازل ولا طالع؟ لا المنحنى بتاعه نازل. تمام. نازل 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 في الثلاث رسومات عندي صح. طب البي والسي المفروض الاتنين ايه؟ طالعين. البي والسي الاتنين طالعين، ده صح. هنا البي نازلة والسي طالعة، لا ده غلط لأن البي المفروض تطلع. هنا البي نازل والسي طالع، غلط. يبقى النواتج أنا بعبر عنها بإيه؟ بعبر عنها النواتج بعبر عنها بمنحنى طالع لفوق بيزيد مع مرور الزمن، لكن المتفاعلات بعبر عنها بمنحنى ايه؟ نازل لتحت بيقل مع مرور الزمن. يبقى إذا إجابة السؤال ده هتكون ايه؟ هتكون ألف. طيب السؤال رقم 14 بيقول لي يمكن قياس معدل التفاعل، ومديني معادلة اللي هو الام جي زائد اللي هو H2SO4 بيديني ام جي اس او 4 زائد مين؟ غاز الهيدروجين. ده طبعا كبريتات المغنيسيوم، وده حمض
الكبريتيك، وده اللي هو الايه المغنيسيوم. تمام. طيب القاعدة عندي بتقول ايه؟ بتقول ان اي تفاعل كيميائي المتفاعلات بتاعته بتستهلك، يعني بتقل مع مرور الزمن. تمام. المتفاعلات مالها بتقل، وفي نفس الوقت النواتج بيحصل لها ايه؟ بتزيد. طب احنا لو بصينا على المعادلة اللي قدامنا دي هنلاقي ان المغنيسيوم ده بيكون في زيادة والنقص ده بيكون ضمن المتفاعلات. فالمغنيسيوم بتاعي كتلته مالها كتلته بتقل. تمام. تمام. طيب حمض الكبريتيك ماله بيقل. تمام. كبريتات المغنيسيوم مالها بتزيد. ليه؟ لأن هي من النواتج. طب والحجم الهيدروجين ماله بيزيد. ليه؟ لأن هو من النواتج. نيجي كده للاختيارات. بيقول لي مقدار الزيادة في تركيز محلول كبريتات المغنيسيوم. كبريتات المغنيسيوم هنا بتزيد، يبقى دي صح. مقدار النقص في كتلة المغنيسيوم، هنا المغنيسيوم بتقل، مقدار النقص، يبقى دي صح. مقدار النقص في تركيز حمض الكبريتيك، حمض الكبريتيك بيكون ضمن المتفاعلات بتقل، يبقى دي صح. مقدار النقص في حجم غاز الهيدروجين، يبقى طبعا مقدار النقص، لا الهيدروجين ده من النواتج فالمفروض ايه بيزيد، يبقى هي دي الإجابة الايه الخاطئة. هو طبعا بيقول لي عن طريق كل ما مما يأتي ما عدا، يبقى هو عايز الإجابة الايه الخاطئة. يبقى هي هتكون ايه الإجابة؟ هتكون رقم، الإجابة هتكون رقم. نيجي سؤال رقم 15. بيقول لي يقاس معدل التفاعل بالوحدات التالية ما عدا، يبقى هو عايز الايه الإجابة الخاطئة. عايز اشوف الاختيارات. أول اختيار بيقول لي مول بير لتر بير سكند. تمام. دي معناها ايه؟ دي معناها مول لكل لتر في الثانية. يعني ايه؟ يعني تركيز على الزمن. طبعا دي صح. ليه؟ لأن معدل التفاعل أصلا ده بيتقاس بازاي؟ باللي أنا بقسم تركيز المادة اللي عندي على الايه على الزمن. تمام. يبقى الزمن اللي هو بيعبر عنه بالايه بالثانية. طيب التركيز اللي عندي بعبر عنه بالايه؟ بعبر عنه بالمول مقسوم على لتر. طبعا يبقى هي دي الايه الإجابة صحيحة. طب نيجي نشوف الاختيار رقم ب. بيقول لي مول على ثانية. دي معناها ايه؟ دي معناها عدد المولات مقسوم على الزمن. ينفع طبعا ان احنا نقيس سرعة التفاعل باستهلاك كام مول في الثانية. يبقى دي ايه؟ يبقى دي صح. طب نشوف الاختيار ج. اختيار ج بيقول لي جرام على ثانية. دي معناها ايه؟ كتلة بالجرام مقسومة على الزمن. على الزمن اللي هو بالإيه بالثانية. شبه ما شفنا طبعا في السؤال اللي قبليه، السؤال رقم 14 اللي هي بيتكلم عن المغنيسيوم. كان بيقول لي اللي هو النقص في كتلة المغنيسيوم بالجرام في الثانية. يبقى دي طبعا صح. ممكن أعبر بالتركيز، ممكن أعبر بالجرامات، ممكن أعبر بالمولات. لكن اللي ما تنفعش خالص اللي هو ديت. ليه؟ لأن هو ضرب المولات في الحجم في اللتر، ودي ما ينفعش. يبقى الاختيار اللي غلط هو هتبقى ايه الإجابة؟ هتبقى في السؤال ده. تمام كده. نيجي السؤال اللي بعده، سؤال 16. بيقول